السلام عليكم. كان في ناس حبايبي كلموني وسألوني سؤال مهم أوي. انت ليه ما بتنزلش فيديوهات تخص نجاحك في شغلك زي ما بتنزل فيديوهات عن المرحلة الكويسة اللي انت تخطيتها في موضوع الجيم وفيديوهات الجيم اللي انت بتنزلها؟ طيب انا هجاوب على السؤال ده ان شاء الله اجابة سريعة. ما ينفعش انزل فيديوهات تخص شغلي خالص. ليه بقى؟ لان انا شغلي ده عبارة عن اسرار ناس، اسرار عملاء، امانة مهنية يا جماعة، امانة مهنية. العميل بيعمل لي توكيل وبيعلق مستقبله كله في رقبتي، بيحكي لي اسرار ممكن تكون مراته نفسها ما تعرفهاش، بيحكي لي اسرار ماديه ومشاكل ماديه وزناقات وحاجات كتيره قوي ممكن يكون العميل بتاعي واقع فيها مشاكل مش حابب ان حد يعرف عنه حاجه. ما ينفعش انا بقى اجي اروح فضحه قدام لا اله الا الله. ما ينفعش اجي اروح اعمل فيديو على السوشيال ميديا واقول يا جماعه انا ربنا كرمني وحققت نتيجه كويسه جدا في منازعه ضريبيه، والضريبه كانت كده وبقت كده والضرايب لا، الكلام ده طبعا ما ينفعش. ما ينفعش حد يثق فيك وتشهر بيه. نجاحي في شغلي ده ليا انا الجندي المجهول في حياة العميل، لا ينفع اشهر بيه قدام حد ولا ينفع افتخر بالنتيجة اللي انا حققتها قدام الناس ولا الكلام ده. وبعدين لازم تعرف ان اي نتيجة كويسة انت بتحققها في حياتك وخصوصا لو في شغلك ده توفيق من ربنا. انت بتسعى وتجتهد وبتعمل اللي عليك، لكن ربنا هو اللي بيديك النتيجة، هو اللي بيحقق لك النتيجة. ما انت ممكن تسعى وتجتهد في منازعة ضريبية، في قضية تخص المكافحة، في كل ده، وفي الاخر تطلع النتيجة وحشة جدا. فما ينفعش فجأة اخالف الامانة المهنية واخالف ضميري واروح عامل فيديوهات تجيب لي عملاء. ما فيديو على السوشيال ميديا يخص شغلي، يعني انا عايز عملاء عن طريق السوشيال ميديا. ما ينفعش بقى اعمل فيديو عشان يجيب لي عملاء على حساب ناس تانيين، على حساب عملاء اساسيين عندي وثقوا فيا وحطوا مستقبلهم، علقوا مستقبلهم على كتافي. ده وجهة نظري اللي انا مش هغيرها، وهو ده الصح. وده مش معناه ان انا بعيب في المحاسبين اللي بيعملوا فيديوهات عن شغلهم على السوشيال ميديا، بس ده مخالف للامانه المهنيه. واي حد اكيد اي حد مش هيخالفني في الراي ده. طيب، تاني حاجه تخص فيديوهات الشغل، ان انا مش محتاج كمحاسب قانوني ادلل على نفسي، مش محتاج ادلل على نفسي عن طريق الفيديوهات، مش محتاج اعمل فيديوهات عشان تجيب لي عملاء عن طريق السوشيال ميديا. لا خالص. الحمد لله يعني بفضل من ربنا انا ما عنديش النقطه دي نهائي. حتى رقم تليفوني مش حاطه على يافطه المكتب. يعني انا حتى رقم تليفوني مش حاطه على يافطه المكتب. انا يا جماعه يعني حياتي كلها مكرسها للعملاء بتوعي. انا عندي عملاء ناس جميله جدا، اخواتي، تمام، وناس بيثقوا فيا وانا بثق فيهم. مش محتاج اقعد ادلل على نفسي عشان اجيب شغل.
لا الحمد لله عندي عندي شركات كويسه، وعندي عملاء كويسين جدا وناس محترمين. فربنا يعيني بس، واكون عند حسن ظنهم، واخلص شغلنا ما بقاش يخلص، شغلنا ما بقاش يخلص. فانا العميل بيجيب لي عميل، يعني عميلي بيجيب لي عميل، بس بيجي لي عملاء ناس واثقين فيا، سامعين عني من قبل ما يجوا. فمش هقعد، يعني مش هقعد اناهد واتعب قلبي خالص. فبرضو انا مش محتاج اعمل فيديو يجيب لي عملاء وادلل على نفسي على السوشيال ميديا عشان اشتغل خالص. انا مش محتاج الكلام ده يا جماعه. طيب بالنسبه لفيديوهات الجيم، فيديوهات الجيم انا بعمل فيديوهات بنزلها على صفحتي الخاصه، تمام؟ فيديوهات تحفيزيه. كل الناس اللي قريبين مني واللي عارفيني عارفين قد ايه من 6 شهور، من قبل 6 شهور انا كنت عايش في معاناه جامده جدا، تمام؟ وربنا كرمني وبعزيمه وباراده وفضل من ربنا، الواحد بقى بني ادم تاني خالص، ووزني نزل 35 كيلو ولسه مكمل ان شاء الله، تمام؟ فبعمل فيديوهات عشان يبقى عندي مخزون على صفحتي بالتدرج كده انا كنت ايه وبقيت ايه. طيب انت دلوقتي بتخش على صفحتي وتتفرج على الفيديو بتاعي، انا ما اجبرتكش خالص. بتخش على صفحتي وتشوف الفيديو بتاعي. حبايبي اللي هم الناس اللي بيحبوني بيخشوا يشوفوا ويبقوا فرحانين بالنتيجه اللي انا وصلت لها، تمام؟ وبينصحوني نصيحه مثلا تخص حاجات معينه. في ناس بتبقى نفسها في شعاع امل ان هم يبداوا يهتموا بصحتهم وكده. فمين كان يتخيل ان شادي يهتم بصحته؟ مين كان يتخيل ان شادي ربنا ينفخ في صورته ويتحول التحول الرهيب ده؟ انا يعني في كل مره بقول لكم انا كنت 6 علب سجاير في اليوم و20 حجر شيشه كل يوم، فمفيش ميه خالص. كنت بالاثنين ازازه البيبسي ال 2 لتر دي كنت بشرب منها 6 7 ازايز. القهوه كنت بشربها 5 معالق سكر. الشاي كنت بحط عليه 6 معالق سكر. فيعني الحمد لله دلوقتي انا مفيش سكر خالص، السكر ده ممنوع من حياتي. مفيش بيبسي خالص، مفيش نشويات، حاجات كتيره قوي ما بقتش موجوده. برضه مين يصدق ان انا اعمل او اوصل لكده؟ بس لكن لو حطينا فيديوهات الشغل جنب فيديوهات الجيم، لا انا الشغل ده مستحيل اعمل فيديو يخص شغلي خالص. انا اخري انزل صوري مع زمايلي، يعني ده اخري انزل صوري مع زمايلي في الضرايب بس لان هم اخواتي، لكن ما اقدرش انزل اي حاجه تخص اي عميل. ومش محتاج اعرف الناس مين شادي كمحاسب قانوني وخبير ضرايب. الناس المحيطين بيا عارفيني كويس، فالحمد لله بالنسبه لشغلي مش محتاج اعرف الناس ان انا في نجاحات او انا ناجح او فاشل. مش محتاج اعرف الناس كده، مش محتاج اعرف حد ان انا ناجح خالص. لكن اللي هيتعامل معايا ويشوف نتائج شغلي اكيد هيبقى عارف ده. انا بس ده كان ردي بالنسبه لفيديوهات الشغل. بالنسبه لفيديوهات ان انا اشرح المنظومه الجديده اللي بتتعمل، المنظومه الضريبيه او منظومه الفواتير او الكلام ده، اشرح الكلام ده اونلاين واعمل فيديوهات.
فانا طب يعني طبعا مش ما اتاخرش عن اي حد في اي حاجه، لكن صعب عليا لان انا هنا في مكتبي بعين ناس جديده، تمام، حديثه التخرج. طبعا بقعد اعلمهم وبهابر معاهم وبعافر وحسي بيتنبح، فما ينفعش ان انا تمام افضل اعافر في شغلي واعافر مع الناس اللي انا بعلمهم، وبعد ما اخلص شغلي اقعد اهابر في فيديوهات اشرح المنظومه الجديده والكلام ده كله. صعب عليا جدا، صعب. انا يعني حبيت اخصص وقت لنفسي، مش عيب ولا حرام، حقي ان انا اخصص وقت لنفسي. فبخلص شغلي بفصل خالص عن مود الشغل، بفصل خالص عن مود الشغل، وبتضايق قوي من اللي بيكلمني في شغلي في اي شغل بعد الشغل، بعد ميعاد الشغل. لكن بالنسبه للعملاء بتوعي، لو في حد عنده مشكله لازم يتصل بيا، وده انا منبه على كل العملاء بتوعي لازم يتصل بيا لو الفجر. المهم ما تقعش في مشكله، المهم ما الاقيكش اتشنكلت ونقعد نحل واحنا في ايدينا ان انت كنت تتصل بيا واقول لك على النصيحه اللي انا هتسال عليها، ليلتكم زي الفل، ويا رب اشوفكم كلكم في احسن حال، واسف ان انا طولت عليكم. يلا سلام.